هلا وشلونكم؟ اليوم سويت تمن باقلة بطريقة البازل، طعمه كلش طيب وبطريقة صحية، يطلع عندكم نثري حبة حبة وبدون ما يعجن. سويت وياه تشريب لحم، تعالوا نشوف الطريقة. جدر عادي أو جدر الضغط، ضفت بصل، فصين ثوم والبهارات الصحيحة وحمستهم، ضفت قطع اللحم الغنم وحمستهم. ضروري الحمس بهاي المرحلة حتى يطلع عندنا التشريب طعمه طيب ولونه حلو. ضفت مقدار المي المغلي ومقدار الملح وغطيت الجدر وتركته لحد ما يستوي اللحم. هنا أنا راح استخدم اليوم باقلة مجمدة، أنا مجمدتها فقط، بس اخليها بالمي تنقع راح تتفلس عندي بكل سهولة، بس اضغط عليها راح يطلع عندنا اللب. الهاي الوصفة اليوم استخدمت تمن امباير، تمن حبة طويلة، كلش انصحكم به. بجدر ضفت زيت زيتون قليل، وضفت بصل مثروم ناعم، وضفت الباقلة وحمستها. راح اضيف عليها نص كوب تقريبا من مي سلق اللحم حتى تستوي تمام. التمن راح استخدمه بطريقة البزل، مي مغلي، مقدار الملح، وراح اضيف التمن 5 دقائق فقط يستوي عندي التمن واصفيه بهالشكل هذا. الباقلة استوت، راح اضيف الشبنت واقلبه وياها، واضيف التمن واتركه يتهدى ويكون عندي جاهز ونقدمه. سويت وياه جاجيك خيار ولبن زبادي وتتبيلة اللبن. اللحم استوى وهذا التمن ما شاء الله، وبالف عافية.